من بعد ما جربنا الهوليلاند لارك ماكس الاحترافيه، شركه هوليلاند دزونا هذا الميكروفون اللي هو مخصص للتليفونات، يعني تربطه بالايفون او بالاندرويد، يعني لانه يجي بنسختين، نسخه تايب سي ويجي نسخه اللايتنج، فهذا تربطه بالتليفون وتصور بدون ما تستخدم اسلاك. طبعا المسافه يقولون 200 متر، احنا راح نجرب ونسمع الصوت ونشوف المسافه ليش قد نقدر نوصل. طبعا ما راح نمشي 200 متر ولكن راح نجرب الميكروفون. شوفوا تجي بعلبة قوية. طبعا داخل العلبة موجود هو الميكروفون اللي عبارة عن بطارية تشحن الميكروفون، والميكروفون بداخله. هذا الميكروفون وهذا جهاز الاستقبال، يعني مو الهون مال البيت، جهاز استقبال الصوت مال الميكروفون. يجي بميكروفونات اثنين وجهاز استقبال. طبعا طريقة استعمالها كلش بسيطة، تاخذ هذا الجهاز مال الاستقبال تربطه بالتليفون، وهذا الميكروفون اللي تستخدمه. هسه راح نصور بعد احنا بالتليفون. هذا الصوت اللي تسمعوه هسه حاليا من هذا الميكروفون اللارك ماكس اللي بالكاميرا، وهذا هسه الصوت من هاي الميكروفون اللارك سي 1. طبعا هسه راح نتجول هنا وراح تشوف المسافه اللي اقدر احكي من خلالها. طبعا راح يلزم التليفون يصورني وانا راح امشي بالميكروفون هذا، والتليفون راح يبقى هنا. هسه راح نروح نشوف المسافه. طبعا يمكن من اندار الصوت يمكن يقطع، ما اعرف. احنا هذا اللي نريد نجربه، نريد نجرب مستوى الصوت وقوة التقاط الإشارة. بس أنا بعيد عن الكاميرا طبعا، أكيد أبين ما أبين ما أدري. هذا الميكروفون يجي ب 16 بت. 16 بت يعني احترافي إلى نوعا ما، يعني مو تقدر تسجل مثلا ب أناشيد أو فد شيء، لا، وإنما هذا للفلوج وللتصوير السفرات طلعات إلى آخره، او لصناع المحتوى يعني. وهذا اصلا لصناع المحتوى. هسه ما ادري انا ابين لو لا هنا، ابين لو لا، بس يعني اذا تريد تصور هيك مسافه عن التليفون او عن الكاميرا، شنو الفائده من انه تطلع بالفيديو لانه كلش بعيد اصلا. فهاي المسافه ايش قد ما اعرف صراحه، بس طبعا بعد ما وصلنا 200 متر، بس المسافه بعيده. انا حاليا بعيد، تليفوني الثاني هناك فما اقدر اصور لكم وين هو واقف يصورني، بس هاي المسافه. شوفوا الهواء قوي هنا، راح نشيل الفروة ونسمع الصوت. هسه شلنا الفروة، الهواء قوي. اذا نسيت هاي الفروة بالبيت اكو ميزة كلش حلوة بيها، تعال قرب. هاي الدقمة لما تضغطها راح تلغي الضوضاء اللي موجودة والنويس، يعني الهواء والهذا المفروض يلغي هسه من تدوس هاي الدقمة. هسه احنا دايسيها، هسه سدينا النويس كانسليشن، فخلي الفروة واسمع فرق الصوت. هسه رجعنا حطينا الفروه. طبعا هاي الفروه تساعد هواي وتلعب دور كبير كلش. شوف حاليا هسه احنا بدنا نصور ونسجل الصوت عن طريق هذا الميكروفون، يعني هذا اللي يكون الطريقه للفلوج. واحد من التعليقات اللي علق وسال اذا هذا ينفع لقراءه القران وللتلاوه. هذين الميكروفونات على الاجماع طبعا التجاريه تكون 16 بتس. لما تريد تقرا قران او تلاوه او تصعد بالصوت وتنزل بالصوت راح يضرب الصوت، بغض النظر عن الماركه اللي موجوده، ما عدا الميكروفونات الغاليه اللي هي تكون 32 بتس او اعلى، يعني 32 بتس. هناك تقدر تسترجع الصوت اذا انت صعدت بطبقات عاليه او نزلت بطبقات ناصيه. فذني الميكروفونات مخصصه للفلوكس او للسفر او لصناع المحتوى. يعني انت كصانع محتوى تريد تطلع او تصور محتوى داخل استوديو، بس ما تريد تشتري ميكروفونات احترافيه غاليه، ذني تفيدك. وانما كشغل احترافي او تسجيل صوت احترافي، لا ذني ما انصح بيها صراحه. ولكن كصانع محتوى تريد فد شيء شات جون على قولتهم سهل، بس تشد بالتليفون تركبه بالتليفون وتخلي الميكروفون وتطلع تصور، لا ذني انصح بيها. سعرها يبدي من 165 دولار حسب البلد اللي انت بيه. احنا حاليا بالسويد سعره تقريبا 210 دولار لانه ضرائب، ولكن بالعراق او بالشرق الاوسط يبدي سعره من 165 دولار، متوفر للايفون ومتوفر للاندرويد ومتوفر لل شو اسمه الايفون 15 برو ولا 15 برو ماكس. هذا مو اعلان طبعا، هذا المنتج دزوه لنا مجانا، قالوا جربوا وانطوا رايكم الصريح، يعني قال لي جربه وانطي رايك الصريح وخلي مشاهدين هم ما اللي يقررون اذا المنتج زين او لا. احنا بالنسبه لنا قاعد نستعمل هوليلاند لنا فتره،
بس الهوللاند اللارك ماكس النسخه الاحترافيه. بعدين دزلنا هذا اللي للتليفون، وصراحه حسب ما سمعنا الصوت هسه كلش صوت واضح وحلو، يعني احنا راح نستخدمه من نصور فقط بالتليفون.